ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بعلبة الشيبسي دي كانت علبة قديمة عندي بقالها فترة كبيرة جدا، وقررت ان انا بقى استغلها النهارده في الفكرة اللي انا هعملها معاكم دي. وده قماش خيش، ممكن طبعا نستبدله باي نوع قماش، بس انا حبيت النهارده استخدم الخيش لانه هيبقى لايق جدا على الفكرة اللي انا هعملها. اول حاجة هاخد مقاس القاعدة من ناحيتين وهرسمها كده على شكل دواير، وهنا تقلتها اكتر بلون فلوماستر. وبعد كده هبدأ اقص الدايرة وهخلي من كل الاطراف حوالي سنتي او سنتي ونص زيادة، عشان بعد كده وانا بتنيها على القاعدة بتاعة العلبة تكون اكبر بشوية، بحيث ان انا اعرف اغلفها بشكل احسن. وهنا عملت الدايرة التانية، وبخيط الخيش هبدأ اعمل التعليقة بتاعة الفكرة بتاعتي. هنشوف دلوقتي. طبعا هطول الخيط شوية لان في جزء هيبقى بيتعلق، فطبعا هنخلي ايه طول الخيط طويل شوية، وهثبتها كده بالشكل ده. بعد كده هبدأ اثبت الدوائر اللي انا عملتها على القاعدتين من ناحيتين بشوية شمع كويسين كده، وهثبتها وهشد الخيط القماش كويس بحيث ان هو يبقى ثابت ما يفكش مني. وهنا بثبت الاطراف، واي زيادات بعد كده هبدأ اقصها طبعا بالمقص زي ما انتم شايفين كده. واخلي بالي بس عشان ما اقصش الخيط اللي انا عملته كده. تمام. والناحية التانية هعمل نفس الطريقة بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هستخدم فيها اعواد الشيش، وهنشوف دلوقتي هنستخدمهم ازاي. بس قبل ما استخدمهم هبدأ اعمل فتحة بالقطر كده بالشكل ده. هرسم بس خط بالمسطرة بحيث ان انا امشي القطر عليه ما يبقاش شكله مش مستوي يعني. هبدأ اقصها كده بالشكل ده. الفكرة سهلة وبسيطة واي حد هيقدر يعملها. ولو ما اشتركتوش في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها، لان انتوا هتلاقوا على القناة افكار كلها هتعجبكم، وبرضو هتلاقوها سهلة وفي متناول اي حد ان هو يعملها. هنا هشيل الجزء اللي انا قصيته بالشكل ده، وبعد كده هبدأ اخد المقاس بتاع اعواد الشيش اللي انا محتاجاه وهقصه بالمقص بالشكل ده. بعد كده بقى هبدأ اثبتهم على العلبة بتاعتي كلهم كده جنب بعض، بعد ما اقصهم كلهم بنفس الطريقة اللي انا وريت لكم وانا بقص العود الاولاني بتاع الشيش. هبدأ بقى اثبتهم كلهم بمسدس الشمع. طبعا ممكن نستبدل العلبة دي بأي علبة تانية بلاستيك، مفيش أي مشكلة، علبة حليب. بس هي العلبة دي كانت عندي بقالها كتير قوي بصراحة، فحبيت ان انا استغلها بقى. هبدأ بقى اغطي العلبة كلها ما عدا الجزء اللي هو من فوق المفتوح ده، مش هغطيه يعني مش هقفلها بمعنى اصح من فوق اهو بالشكل ده، وهسيب بس الجزء اللي فوق ده. هبدأ بعد كده ده الفوم اللي بيتحط في الفل اللي هو بيتحط في الأجهزة الكهربائية. هبدأ احط منه جزء زي ما احنا شايفين كده. دي جت كبيرة شوية فانا هقسمها بحيث ان هي تبقى ايه مظبوطة في العلبة من جوه بالشكل ده كده. تمام. وده شريط خيش هبدأ اداري بيه بس الجزء اللي هو في العلبة ده اللي مش متداري، وفي نفس الوقت هيدي شكل جميل بالطريقة دي. وهثبته برضو بمسدس الشمع كده. تمام. والزيادة طبعا هقصها، ونفس اللي عملته هنا هعمله الناحية التانية. هثبت كده برضو
وهشيل بس الخيط اخليه بره، وبعد كده هثبت الشريط بالشكل ده كده. تمام. طبعا اي وصلات هخليها من تحت عشان ما تبانش، زي ما احنا متعودين اي وصلات بنخليها في الجزء اللي ما يبانش، فهنا هخليها في الجزء اللي تحت ده، وهقص الجزء الزيادة ده مش هحتاجه كده خلاص. وهنا الفيونكة دي انا كنت عاملاها قبل كده، هثبتها كده عشان تدي شكل جميل برضو بمسدس الشمع، برضو هقوم مثبتها. هنشوف دلوقتي ده الشكل النهائي بتاعها. وبعد كده هجيب اي فروع من اللي هي الشجر اللي هي بتبقى زي الشلال دي، وهقصقصها الاجزاء، وبعد كده هدخلها في الفلين اللي هو المحطوط فيها ده، وهقص على حسب الطول اللي انا عاوزاه. هقسمها بقى على 4 أو 5 اجزاء بالشكل ده، والنتيجة هتلاقوا شكلها جميل وتنفع قطعة ديكور، ويعتبر من حاجات ما كلفتنيش اي حاجة اصلا. كده تمام. هبدأ بقى اعلقها في اي مكان انا حباه، وهتشوفوا شكلها في النهاية هتلاقوا شكلها ظريف جدا، وفعلا تحس ان هي قطعة ديكور تحفة. ما ننساش بقى لو الفكرة عجبتكم نعمل لايك وكومنت جميل وشير عشان اصحابنا يشوفوا نفس الفكرة. بس كده، ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.